ها قد عدت إليكم مجددا، بس المرة دي قررت أحط نفسي مكانك كمشترك ومتابع للقناة، ولقيت نفسي بسأل سؤال كده: وأنت يا عم الحاج عمال تكلمنا كلام علمي وتحط لنا في نصايح مهمة، تدينا ترشيحات لأنواع عربيات، تشرح لنا في حاجات مهمة، هو كله مذاكرة مذاكرة مفيش أجازة خالص كده؟ فقررت لأ، إن أنا لازم أعمل زي ما الأستاذ بهاء سلطان قال، وتعالى دلعك بقى. النهاردة هكلمك في الفيديو ده عن حاجات تدلع بيها عربيتك، بس خليك عارف كده بالمناسبة يعني إن الحاجات دي وجودها في عربيتك مهم ولكن عدم وجودها ما يعنيش إن أنت في خطر أو إن عربيتك وحشة. لا لا اوعى، بص أنت حلو وهي حلوة، بس مفيش مانع إن إحنا نزيدها حلاوة. وبما إن أنت خلاص بقيت عارف مبدئي وإن أنا ما بحبش أطول عليك، فيلا بينا نبدأ على طول. وتعالى يلا أوريلك شوية إكسسوارات كده تشخلع بيهم عربيتك. بس خد تعالى هنا، أنت كنت ناوي تنسى تشترك في القناة ولا إيه؟ ولا تكون مش ناوي تعمل لايك؟ لا لا لا، أنت أكيد حلو هتعمل كده. يلا بينا ندخل في الكلام على طول. اول حاجه معانا في الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده وهي الفواحه. على الرغم ان هي حاجه بسيطه جدا وتكلفتها تكاد تكون لا تذكر يعني، الا ان هي ليها عظيم الاثر الصراحه. والاثرها ده مش بس عليك، ده على اي حد هيركب معاك العربيه. اهم حاجه وانت بتشتريها ان انت تجيبها تكون بريحه انت بتحبها، علشان منين ما تركب العربيه ما تبقاش قاعد حاسس ان انت مستاء ومش عارف السبب في ايه. والله بقى تجيبها بقى زي ما بيقولوا شجره، تجيبها كارت، تجيبها من اللي هي الفواحه الزيت، تجيبها من اللي هي بتتعلق في فتحات التكييف، ايا كان. كل ده يرجع لك انت، وده طبعا حسب تفضيلك انت الشخصي. تاني حاجة من الحاجات الجميلة اللي بنتكلم عنها النهاردة هو كفر الدريكسيون، او غطا الطارة زي ما ناس بتقولوا يعني. بص، ده من اكتر الحاجات اللي تهتم بيها لسبب: ده من اول حاجة اصلا، من اول ما تركب العربية عينك هتيجي عليه. في نفس الوقت اكتر حاجة اصلا ايدك ماسكاها، ما انت مش هتسوق من غير دريكسيون يعني، معلش. فحاول تختار ان هو يبقى حاجه مريحه لايدك، ما يبقاش من اللي هو فيه خياطه بتضايق صوابعك، او الجلد بتاعه يكون ناشف يأذي ايديك. هاته لونه وشكله يكون محبب ليك. كذلك برضو ده اصلا من الحاجات اللي معظم الناس لما بتبقى ماشيه او رايحه او جايه جنب عربيتك عينيها بتقع عليها. بالنسبه للسيدات ليكي مطلق الحريه طبعا تجيبي ايا كان الشكل اللي انت عايزاه، تويتي كيتي كل الكلام ده مفيش مشكله، هاتي بينك كمان في اللون عادي براحتك. بس بالله عليكي بلاش الفرو، وحتى لو انت بتحبيه فبرضه بلاش تجيبيه، معلش ده عشان خاطري انا بس، رجاء شخصي يعني مني يعني. عشان بصراحه العربيه بتقلب من جوه كده كانها تاكسي يعني، فبلاش الفرو ده خالص. نيجي بقى لواحد من اهم واحلى الكماليات او الاكسسوارات اللي انا هكلمك عنها النهارده، الا وهو كاسة التاتش. الصراحة ده بينقل لك الانتريور بتاع عربيتك او الشكل الداخلي لعربيتك لحتة تانية خالص. وعموما بص، لو انت مستني مني ان انا ارشح لك ماركة معينة فللاسف يعني ده مش هيحصل، وانا اسف لو ده محبط بالنسبة لك، ولكن الموضوع حقيقي بحر. انت هتلاقي كمية اوبشنز وكمية انواع كتير جدا، وفي اللي باندرويد وفي اللي مش اندرويد، ودي حاجة الصراحة ترجع للبادجت بتاعتك انت. فاختار اللي يناسبك واسأل كويس وشوف ايه الحاجة اللي تناسب عربيتك. بس اهم حاجه هطلبها منك: بلاش تجيب الحجم الكبير على الفاضي وخلاص. يعني لو انت مثلا التابلو عندك مناسب ليه لسبع بوصه فبلاش العشرة، بيبقى شكله مش حلو خالص، وفي نفس الوقت بيبقى كانك معلق تابلت صيني يعني. اشتريت الكاسيت، كمل جميلك يلا واشتري كمان الكاميرا اللي هي الخلفيه. يعني ما اقولكش بقى طبعا عن المزايا، في حاجات كتير مرايه العربيه العاديه مش بتجيبها لك، طبعا الكاميرا هتبينها لك. يعني انت عارف احنا في بلد ناس كتير تحب تحط قدام البيت عندها كاوتش، وتحب تحط افخاخ، وتحط لك خشب وغيره وغيره. احيانا في مراية العربية ما بتشوفش الحاجات دي، او حتى الوتد اللي بيبقى في الارض ده. فالكاميرا طبعا بتجيب لك الكلام ده كله. تيجي نعلي في ليفل الدلع سيكا؟ يلا بينا، انا عارف انت مش هتقولي لا. منظم ظهر الكرسي ده، او زي ما بيقولوا عليه الفرنجة، الكار باك سيت اورجانيزر. فكرته جميلة جدا، وده الصراحة عملي جدا بالنسبة للناس اللي بيبقى معاها أطفال في العربية، أو اللي ممكن يعني بيبقى أكتر مشاويره معاه عدد من الناس. زي ما أنت شايف كده في الصور بيبقى بيلم حاجات كويسة، ممكن تحط مناديل، تحط إزازة مية، تعلق فيه موبايل، تحط تابلت.
whatever يعني، هو الصراحة بيلم لك كل الدنيا دي. طيب هل احنا بالحاجات الجميلة واللذيذة دي غطينا كل الكماليات والاكسسوارات اللي ممكن تجيبها للعربية؟ الحقيقة لا. طيب لذلك انتظر مني جزء تاني من الفيديو ده ان شاء الله، هنتكلم فيه برضو عن اكسسوارات تانية ممكن تجيبها للعربية، سواء كانت اكسسوارات داخلية او خارجية. بس ده يتوقف على ان انت تشجعني باللايك وبالسبسكرايب.